من بره بنشوف اللي في الغربة على إنهم بيكسبوا دهب وبنحسبها بالأرقام، بس عمرنا ما بنشوف الجرح اللي جوه قلوبهم، ولا بنحس بالوحدة اللي بتاكل فيهم يوم ورا يوم، ولا بنفكر في السنين اللي بتضيع منهم من غير ما يعيشوها. في ناس بتسافر علشان تعيش، وفي ناس بتسافر وتموت وهي لسه عايشة. قصتنا النهاردة عن راجل عاش نص عمره بعيد عن بيته وأولاده، فاكر إنه بيأمن مستقبلهم، لكن ما كانش يعرف إن الزمن ما بيرجعش، وإن اللي بيروح عمره ما بيرجع زي ما كان. قبل ما نبدأ قصتنا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل حكاياتنا الجاية. 20 سنة غربة نزلت فيهم أجازة 4 مرات. سافرت بعد ما اتجوزت ب3 شهور، وكانت نادية مراتي حامل في بنتي الأولى أمل. أول سنة ليا في الغربة تقريبا ما عملتش فيهم فلوس، كانت على ما استقريت في شغل وسددت فلوس الكفيل يا دوب سنة. ما شفتش بنتي نادية لما اتولدت، ولا كنت جنب مراتي وهي بتولدها. اشتغلت كل حاجة، أغسل أطباق في مطاعم، اشتغلت في الفاعل، اشتغلت في مصانع. ما كنتش بستقر في شغلانة علشان التعب والبهدلة والتهزيق اللي كنت بشوفهم. بعدها ما لقيتش فيها فايدة، ولقيتها كلها بهدلة وقلة قيمة، بس فلوسها حلوة. اضطريت استحمل الإهانة والضرب ساعات والبهدلة والنوم في عز البرد والأكل على الأرض في الشارع علشان أقدر أعمل قرش لعيالي وأرجع بلدي مرتاح. نزلت أول أجازة بعد 3 سنين، قعدت معاهم 10 أيام مش أكتر. أمل بنتي كبرت ما شاء الله وبتتكلم بسيط، بس ما قدرتش أشبع منها في ال10 أيام دول، علشان كانت مش بترضى تخليني أشيلها. كل ما أشيلها بتعيط وتجري على حضن أمها. دي مراتي كانت مش مرتاحة وقالت لي ما تسافرش تاني، ورزق هنا رزق هناك، بس ما سمعتش الكلام علشان كان رزق هناك أكتر. سافرت وابتديت أعمل فلوس كويسة، بس ما قدرتش أسيب الشغل وأروح شغل أحسن. 1 و2 و5، 5 سنين ما نزلتش أجازة علشان أجمع فلوس أكتر. أبويا مات وأمي ماتت بعده بسنة، ما قدرتش أنزل أدفنهم وآخد عزاهم. بنتي التانية فاطمة اتولدت، وبرضه ما كنتش موجود لما اتولدت، ولا كنت جنب نادية مراتي لما ولدتها. كانوا عيالي بتكبر من غير أبوهم، والسنين بتعدي والغربة بتسرق فيا. أتمرمط واتبهدل طول النهار، واترمي في أوضة في بدروم أنا و20 واحد وقت النوم. جسمي بدأ يوجعني وظهري من كتر الشيل والألم انحنى، والعمر عمال يجري وأنا مش حاسس. صدري باظ من كتر السجاير اللي بشربها طول النهار، علشان النهار يعدي في الشغل والليل يعدي من كتر التفكير في أهلي. أمل وفاطمة وياسين وحشوني قوي، ونادية مراتي وحشتني قوي. كفاية كده غربة. عدت كام سنة بعد الكلمة دي علشان أنفذها وأرجع لعيالي أعيش معاهم باقي عمري. أخيرا هرجع من الغربة لبلدي وعيالي، ونتلم كلنا في بيتنا، وأخليهم مش محتاجين أي حاجة. نتجمع زي ما أبويا الله يرحمه كان بيجمعنا كلنا. وحشتني لمتنا في بيت أبويا، وأمي تاخد أخوات البنات وهي بتطبخ علشان تعلمهم الطبيخ، وتعلمنا أجمل أكل في الدنيا، الأكل اللي كان ريحته بتوصل للشارع كله. وأنا وأبويا وأخواتي الولاد نقعد نهزر ونضحك مع صوت الراديو. وعلى ما الأكل يجهز كانت أمي تجيب لنا التصبيرة، شوية الشوربة مع حتة اللحمة، ولمتنا في العيد وإحنا طايرين من الفرحة وبنجري بالجلابية البيضة علشان نضيع العيدية بعد ما صلينا مع أبويا صلاة العيد. وحشتني الأيام دي قوي. يا ترى عيالي لسه صغيرين وفي السن اللي يخليني أعيد معاهم الأيام دي تاني، وبقى أنا الأب اللي مجمع عياله حواليه وبيديهم العيدية بعد صلاة العيد. يا ترى أمل بنتي لسه في السن اللي كانت فيه أختي زينب
وهي واقفة تفصص التوم لأمي في المطبخ علشان تعمل لها الطبيخ. يا ترى فاطمة بنتي في السن اللي كانت فيه عبير أختي بالإسدال والطرحة بتتشعلق في رقبة أبويا وهو بيصلي، وياسين ابني يا ترى لسه في السن اللي كنت أنا فيه بنام يوم الوقفة حاضر لبس العيد علشان أصحى من الفجر ألبسه وأروح أصبح على أبويا بعدها علشان يديني العيدية. ونادية مراتي يا ترى لسه قادرة تقعد قدام الفرن وتخبز لنا الفايش والبسكوت بكرة العيد وأنا أخيرا راجع لعيالي. ممكن ما أقدرش آكل من البسكوت اللي مراتي هتعمله علشان السكر اللي جالي من كام سنة. ممكن ما أقدرش أشيل ياسين ابني على كتفي علشان ظهر اللي انحنى. بنتي أمل بقت عروسة عندها 19 سنة، شافتني 3 مرات. يا ترى أول ما تشوفني رجعت هتترمي في حضن أبوها علشان وحشها، ولا مش هتعرفني من شعري اللي بقى أبيض كله وجسمي اللي خس؟ فاطمة شافتني مرتين في ال10 سنين. يا ترى هتجري عليا وتقولي كل سنة وانت طيب يا بابا علشان تاخد العيدية، ولا هتستخبى مني زي المرتين اللي شافتني فيهم علشان كانت مش عارفاني؟ وياسين ابني اللي هيشيل اسمي اللي اتولد من 5 سنين ولحد دلوقتي لسه ما شفتهوش، زمانه فرحان بلبس العيد وواخده في حضنه ومستني يصحى يلاقي أبوه ماسكه في إيده ورايحين يصلوا العيد، والفرحة طايرة من عينه علشان ماشي جنب أبوه وحاسس بالأمان. ولا زي كل عيد من غير أب؟ نادية مراتي زمانها محضرة عباية العيد علشان نروح نزور المقابر وندعي لأمواتنا، وبعدين نرجع بالعيال تعمل لنا الشاي بلبن ونتجمع كلنا نفطر مع بعض، والفرحة طايرة من عينيها بلمتنا مع بعض وهي بتقول كل سنة وانت طيب يا ابو العيال. ولا شعرها اللي شاب ونضارتها اللي مغطية جمال عينيها من كتر دموعها ليهم رأي تاني. فعلا دموعها ليها رأي تاني. الدموع من ساعة ما عرفت ان راجع مش عايزة تبطل. يا ترى ليه كل الدموع دي يا نادية؟ علشان عمرك اللي ضاع في وحدة كنت أب وأم طول 20 سنة؟ ولا علشان جوزك راجع من الغربة في صندوق؟ الغربة مش دايما بلد تاني، الغربة ساعات بتبقى سنين بتعدي من عمرنا واحنا بعيد عن اللي بنحبهم، واحنا فاكرين اننا بنضحي علشانهم، لكن احيانا بنرجع نلاقيهم كبروا من غيرنا، اتعودوا علينا واحنا مش موجودين، والحضن اللي كنا مستنينه ما بقاش لينا. العمر ما بيتعوضش، واللي راح ما بيرجعش، والقرش اللي بنجري وراه ما يسواش ضحكة من قلب عيالك، ولا حضن من أمك، ولا نظرة رضا من أبوك. ما تخليش الفلوس تبنيلك بيت وتخليك تدفن نفسك جواه واحنا لسه بنقابل الحياة. افتكر دايما انك ممكن تغيب علشان تعيش، لكن ما تغيبش لدرجة انك ترجع بس ما تلحقش تعيش. وبكده تكون خلصت حكايتنا، انتظرونا في الحكاية الجاية. سلام.